أهلا بكم في نباش التاريخ. يوم 21 ديسمبر سنة 1920 نشرت صحيفة جريت فولز ديلي تريبيون الأمريكية مقال بعنوان الشعور العام في ألمانيا. المقال ملوش علاقة مباشرة بصعود النازيين، بس ليه علاقة غير مباشرة بالشعور العام في ألمانيا اللي بيتشكل قبل وصول النازيين للحكم ب 13 سنة. بيقول المقال إن في كتير من المقالات منشورة عن حالة العقل الألماني تجاه الحرب في المستقبل، وإن الكتاب مش كلهم متفقين في تشخيصهم، لكن كل مساهمة جديدة في الموضوع ده بتهم الرجال المفكرين في ألمانيا. بس كقاعدة عامة كتاب المقالات دي ما عندهمش أي شعور بالانتقام من أعدائهم أثناء الحرب. وبيضيف المقال إن بمجرد اقتناع الغالبية العظمى من الشعب الألماني بإن الفكرة الألمانية المتمثلة في شعار ألمانيا فوق الجميع كنوع من القوى العظمى اللي كان مصيرها إنها تحكم العالم، بأنه تم التخلي عنها باعتبارها حلم سيء من قبل الغالبية العظمى من الشعب الألماني، ساعتها بس هيكون المواطنين الأمريكيين عموما على استعداد للترحيب بعودة ألمانيا إلى إخوة الدول ونسيان الثمن الرهيب اللي دفعه الشعب الألماني علشان يثبتوا للشعب الألماني إن الفكرة دي عقيمة وإجرامية. وبينقل المقال عن جريدة دينية من نيو إنجلاند بتحتوي على بعض المعلومات المثيرة للاهتمام بخصوص الموضوع ده. فبتقول إن في تقدم واضح وإن كان متردد للغاية في إعادة تثقيف الشعب الألماني، والعملية دي لو اتقدمت أكتر هيخلي ألمانيا عضو مرحب بيه في أسرة الأمم. وكمثال على ده كان في هناك تجمع شعبي كبير في أغسطس في ذكرى اندلاع الحرب، اتجمع فيه حوالي 40,000 شخص في برلين في مساحة مفتوحة بين القصر الإمبراطوري والكاتدرائية. اللي حضر التجمع ده جنود سابقين الكامل منهم واللي بقى معاق، وأرامل الحرب والأيتام ورابطة الضباط الجمهوريين والرابطة الدولية للجنود السابقين ومنظمات تانية كتير. كلهم كانوا رافعين شعارات ولافتات بتندد بالحرب. وذكرت صحيفة لندن تليجراف الاجتماع بأنه اجتماع حضروا مئات ومئات من الرجال المعاقين والمشوهين. واتقال في التجمع ده خطب جادة بتعلن ان دول اوروبا لازم ما تسمحش لنفسها مرة تانية انها تقع في كارثة زي دي، وكان شعار اليوم ده هو لن يحدث مرة اخرى ابدا. وتمت قراءة برقية تحية اخوية من جمعية الجنود الفرنسيين السابقين، وتم ارسال رسالة لاسلكية الى الجنود السابقين في جميع الاراضي بتفيد بان الالاف من ضحايا الحرب في برلين ومحبي السلام وعدوا باستخدام كل قوتهم من اجل المصالحة بين الشعوب ولمداواة الجراح اللي سببتها الحرب. وبيضيف المقال أن البروفيسور جيمس ستوكر بيدرس عقل القادة المفكرين والدينيين في ألمانيا من ساعة الهدنة، وأنه سجل رسالة في صحيفة العالم المسيحي وهي واحدة من الصحف الدينية الرائدة في ألمانيا. وفي كتابته طرح البروفيسور جيمس مسألة ذنب شن الحرب، فبيقول أن العالم الأوروبي كله كان متسلح، فلازم كل الدول تتشارك في الذنب ده إلى حد ما. بس بيضيف برضو أنه على الرغم من أن الخطيئة العسكرية كانت عالمية إلا أنها كانت أكتر تركيز في ألمانيا. وبيكمل البروفيسور أن المحايدين عارفين كويس أن كل الدول مارست سياسة العنف، بس كانت ألمانيا هي اللي أحبطت في مؤتمر لاهاي وضع حد لخطاياهم العسكرية وإدخال العالم في حقبة إنسانية. وهنا في الأغلب البروفيسور بيشير لموضوع رفض ألمانيا التحكيم الدولي الإلزامي اللي وافقت عليه كل الدول الكبيرة. وبيضيف البروفيسور ان في حين كل الدول سلحت نفسها، كانت ألمانيا هي اللي قامت نزع السلاح بإصدراء 3 مرات خلال 15 سنة، وده أدى لجعل مقاربات إنجلترا في الاتجاه ده فاشلة. وكمان اللي بيسميه العالم العسكرية البروسية كان نتاج غريب تماما، وقام ضده الجنس البشري كله مع تبرير كامل في الغضب تجاه النزعة دي، وهيستمر الجنس البشري في الوقوف ضده. إلى أي مدى بيتم قبول الموقف ده في الأوساط الدينية البروفيسور ستوكر مش متأكد، بس هو شايف إن القبول بالطرح ده مش واسع قوي. بس نشر الرسالة المفتوحة بتاعته دي هو في حد ذاته اعتراف بأن وقائع الاستعداد الألماني للحرب ورفض نزع السلاح بيتم مواجهتها. بيختم المقال بأن خلال خيبة الأمل المريرة للهزيمة الساحقة والمعاناة اللي ترتبت عليها، فإحنا بنرحب بأي حكم واضح ضد الحرب وأي اعتراف صريح بحقائق التاريخ وضرورة الأخوة في المستقبل تجاه اللي خلوا أنفسهم أعداء لينا، وإحنا لازم نخليهم مرة تانية أصدقائنا. في الآخر لو عجبك المجهود دوس لايك وشير وقول لي رأيك تحت في كومنت.